الحق عشان انت هناك بتنقي لون وبتيجي هنا تغيره عشان هي كلها مقاس واحد. خضراء والحمراء والموف. انا بتاعتي كانت خضراء، بتاعتك الموف صح؟ النهارده بقى يا جماعه هنوريكم مشتريات لبس العيد. احنا قلنا نبتديها كده بدري لان احنا قلنا لكم على طول في كل الفيديوهات بتاعت تجهيزات رمضان المفروض تنزلوا تجيبوا لبس العيد بدري قبل رمضان علشان المقاسات كلها بتخلص. فالنهارده يا جماعه نوريكم المشتريات اللي احنا جبناها للعيد من ناحيه اللبس. احنا جبنا النهارده يا جماعه احنا جبنا جزء منه يعني مش كل لبس العيد اللي هو اللي محتاجينه، جزئيه منه. والله يا جماعه رجلي وجعتني من اللف على المحلات. اللف اصلا احنا نازلين بدري وبرده مفيش مقاسات ونلف على المقاسات او الالوان اللي احنا عايزينها مش لاقيينها. يعني الحاجه تعجبهم ما لقوش المقاس، لو لقوا المقاس الحاجه تطلع عليهم يعني مش قوي ضيقه كبيره. فحاجه صعبه قوي بصراحه. فهنوريكم كده نوريكم بقى يا جماعه البيجامات دي. شويه بيجامات كده للعيد. ده كيلو بتاعت الجمهور ايه بتاعت الثلاثه الحمراء هنا. دول الثلاثه دول كده شبه بعض بس الالوان مختلفه اهي. يا لهوي قطعتيها ودي طلعيها اهي يا جماعه. دول الثلاثه دول شبه بعض. دي اول بيجامه. طلعيها امسكي وانا هاخد الكيسه. كيسه مزعلة اهو استنى شايفين؟ تاي احلى صح؟ لا بتاعتي انا احلى. صراحه الثلاثه كلهم حلوين وكلهم مش يعني نفس الرسمه ولا ده رسمه ثانيه؟ هي رسومات مختلفه شويه بس انا تاي احلى. انا تاي احلى يا جماعه. الالوان مختلفه شويه. بصوا ايه رايكم؟ ده كده التيشيرت اللي فوق اخضر والاحمر والورد. بصراحه الترنجات دي في البيت جميله قوي ومريحه وبتدفي من جوه كمان عامله زي قطيفه كده دفايه جوه ناعمه قوي. بصي من جوه شكلها ايه يعني بصي من جوه جميله لون تاني متدفايه جوه جميله. ده بقى السويت بانسي بتاعها يا جماعه كده اللون جوه برضه في خطوط كده من الجنب بس دي رسمه ودي رسمه عشان هي اديداس يعني فالخطين بتوع الاديداس شايفين؟ دي يا جماعه صراحه مريحه جدا قوي وخفيفه اللي هو ما مش بتضايقك وانتوا تلبسيها. مريحه قوي. في قماش كده تيجوا تلبسوه تلاقوه وحش قوي عشان مش مريح. يا جماعه بصي من قدام شكلها جميل قوي وغير كده من جوه دفايه. دفايه يعني بس بتدفي. قماشها جميل والبنطلون نفس برضو الكلام. البيجامات حلوه بصراحه شكلها حلو. شايفين؟ دي البيجامات دي طبعا هتتلبس امتى؟ في الوقفه وفي العيد عموما في البيت. يعني في الوقفه طبعا خلصنا فراشنا عملنا فطبعا شاور ولبس وحاجات يعني تتهيأوا للعيد كده تعيشوا السعاده والفرحه. خلاص دول على جنب. جمعة دي كده الدفايات او البيجامات. احنا خلصنا اللي هي البيجامات اللي هي الدفايات الثانيه. في احنا جايبين دفايات شكل تاني مختلفه عن دي خالص يعني. نقلب معاكي كده الاول. في واحده دي كده معانا الدفايه دي هوريكم شكلها. ده البنطلون الاول بتاعنا. شايفين؟ ما شاء الله والله ما شاء الله جميل. احنا بنحب الدفايات قوي لان بتبقى قماشها جميل جدا. دفي كده وانت لابساها بتبقى طريه خالص. طريه. ده كده البنطلون اللي هو اسود بتاعها. هو احلى حاجه ان المناطيل تحت بتبقى غامقه عشان تستحمل. طبعا انت قاعده في البيت قايمه قاعده ما تتمرمطش بسرعه يعني تتوصل بسرعه. بس يا جماعه نوع كمان حلو قوي وبيدفي كده ومريح. شايفين الزنت جميله قوي ولونها هادي وجميل. هم عشان كده سموها دفايه عشان تدفي. ده كده البنطلون بتاعها الاسود يعني هي عشان فيها رسومات سودا كده فعاملين البنطلون اسود. في الباقيين اللي هنوريهم لكم المناطيل بتاعتهم مختلفه شويه اللون. دي كده اول دفايه معانا. دلوقتي تاني دفايه يا جماعه بنطلونها اسود برضو زي دي. اهي بس الدرجه مختلفه شويه بتاع اللون الاسود. بيبقى درجات ساعات اغمق وافتح ورسم ساعات بيبقى في رسم زي كده. ده في رسمه الثانيه ما كانتش في رسمه. لا القماشه كمان مختلفه يعني دي اصلا مختلفه القماشه بتاعتها عن الثانيه. هو اسمه زي ما كانها بطانيه كده مش عارفه اسمها بطانيه في نفسها. ودي فيها حاجات بارزه يعني دي الرسومات بتاعتها بارزه واللي هي بتبقى داخله دي في الساعه الجامده والرطوبه تلبسيها والزنت تحطيها يبقى انت لابسه بطانيه يعني لوحدها تدفي. شايفين؟ جميله قوي. بس ما شاء الله تحفه والوانها هاديه. والالوان هاديه قوي جميله. شايفين ده الزنت بتاعها كده كبير.
في حاجات تبقى الزونت بتاعها صغير بتبقى وحشه قوي. بتحسي ان انت لابسه قصير اه، ورا جاية كده. ورا. هو حلو قوي. دي قماشتها مختلفه مع المنطلون بتاعها برضه عشان هي فيها اسود، فالمنطلون بتاعها اسود. بصراحه كل كل ما يعني يعتبر كل مناطيل اسود. ما عدا لا في درجات في مختلفه. الرصاصي، في كان واحد مع الرصاصي. في هنا دي بصراحه كل مدى بيبدعوا في الحاجه، بيخلوا الحاجه بصراحه يعني اسمها جميله حلوه. احنا اصلا فكناهم واحنا بنتفرج عليهم، فتلاقي الأكياس كلها متبعترة. وبنطلونها اسود يا جماعه برضه. شايفين؟ ودي قماشها بصي مختلف شويه يعني ايه. دي دفايه قوي. زبده، التانية قماش الزبده كده. التانية تحسيها نوع غريب كده، مش عارفه ازاي. شايفين؟ التانية تحسي زي البطاطين كده قماشها. لكن دي دفاية كده. في الدفايات اللي هي بتاعت السرير نفس الشكل، نفس النوع. شايفين؟ بامبي كده، والبنطلون بتاعها اسود برضه. شايفين؟ صراحة القماشة جميلة والزنط. بس دي مختلفة عن التانية، دي دفاية لكن التانية مش بالبطانية. دي انعم شويه والتانيه دي انعم، التانية احس انها ادخل شويه. بس الاتنين مريحين قوي في اللبس. حاجه زي كده مش عارفه. ايه رأيكم فيها؟ المنطلون بتاعها باينه كده يعني في التصوير قوي ولا استني كده اشوف. بصي يا جماعه لسه بقى عليها عشان العيد كمان. لحد الكنبه كمان. شايفين؟ واو، ده البنطلون بتاعها. المنطلون بصراحة جمال قوي جدا، مريحين ان هو تلبسوهم تقعدوا بيهم طول ما انتوا قاعدين هنا في البيت، مش بيضايقوكوا خالص. وحتى لو عرايس وبتجهز نفسها والله يعني جيب من الحاجات دي دلوقتي بيعملوا تخفيضات وحاجات عشان طبعا الشتاء خلاص اخره، وغير كده عشان طبعا العيد الناس طبعا وراها مسؤوليات ياما فبيعملوا تخفيضات. لو عروسه هتجهز وتشيل حاجتها من الحاجات الجميله دي حلوه. دي بقى شبه اللي هي الصفرة الاولانيه، شبه الصفرة والبامبي الاولانيه كده الصفرة، يعني دي شبه دي لو عاملين شبه البطانيه كده تلاقيها اتقل. بصوا نفس نوع القماشه، بس دي من جوه دي عاديه، دي من هنا بصي فيها رسومات زي دي فيها رسمه مطوله طويله كده حاجات برامج كده في الغرب، في زجزاج كده رايح جاي، رسمه خفيفه قوي. القماشه نفسها مش عارفه هيبان في الكاميرا ولا لا. دي نفس دي هي دي، والزنط بتاعها كمان جميل قوي. شايفين قد ايه اللي هو كبير. لو انت لابساها لما تكون واسعه بتبقى مريحه. واسعه بتبقى مريحه اكتر، تبقى احلى، تحسي انك انت لابسه بطانيه كده وقاعده مرتاحه، مش ضيقه بقى وبتاع مش عارفه ماسكه كده. ده البنطلون وحشه في البيت. افتح من الاسود، هاتي الاسود التاني اسود خفيف. ده رصاصي. ايوه يعني افتح قصدي، باقي كان اسود. شايفين ده يعتبر بين الرصاصي والاسود عشان دي فيها النقطه كده. هنا رصاصي. رصاصي. هم عاملينها يعني واخدين منها بياخدوا على حسب اللون بتاع التيشيرت اللي فوق. بياخد منه يعملوا البنطلون نفس اللون. شايفين؟ خدي كده دول يا جماعه، دي كده البيجامات اللي احنا وريناها لكم. في كمان واحده كمان اهي. بصوا بقى دي شبه البامبي هاتي البامبي برضه، تحسي انها نفس الرسمه اساسا. دي مش زبده ولا الدفايه؟ لا الدفايه. دي دفايه بتبقى قماشها تخين شويه. لا دي اللي هي بنقول عليها زبده. هاتي البامبي نفس الرسمه بس ده اختلاف اللون. اهي شايفين؟ عليها رسمه الخروف. شايفين؟ نفس الشكل كده. دي هي دي، بس دي صفرا ودي بقى. ودي يا جماعه هي منطقتها نفس اللون المربعات دي. مربعات الرسومات عليها لونها رصاصي، اللي فيها الخروف دي لونها رصاصي، فالمنطقه في نفس الدرجه. يا جماعه الفرق ما بين الرصاصي ده والرصاصي التاني، ده افتح، ده اللي معاكي فاتح، ده غامق. ده غامق، ده مدي كحلي شويه. حاساه ده رصاصي مدي على كحلي. اغمق. ده رصاصي جدا بصراحه القماش ناعم قوي، وجايبين كمان نفس الدرجه يا جماعه اللي هي في البيجامه. دي كده بالبنطلون بتاعها. كده احنا خلصنا معاكم الدفايات اللي هو الاشكال اللي هي عامله شبه البطانيه او شبه الدفايه او اللي هي العاديه التانية. بعد كده بقى في شويه مناطيل كده احنا جبناهم، احنا ما جبناش يعني كل الحاجات اللي فاضلنا، لسه في حاجات تانية هنجيبها ان شاء الله. طبعا مع الزحام برضو في زحمه وفي ناس بتشتري من بدري كانوا بيشتروا. فجبنا هنا ده في البنك. شايفين؟ لونه روز كده فاتح. من تحت اللي هو واسع من تحت بيبقى ضيق، من تحت اللي هو باستك. فيه سويت بانس اللي هو بيبقى نازل مفتوح ده، فانتوا على حسب انتوا بتحبوه ايه. احنا بنحب اللي هو بيبقى باستك من تحت.
شايفين الحاجات دي بصراحه مريحه جدا قوي في اللبس، كل ما تكون جميلة. الحاجه واسعه بتبقى مريحه. من جوه برضو عامله شبه الدفايه، احنا عشان الجو شتوي فكل اصلا الهدوم اللي بتتباع تحسي الدفايات. بس ده بيخرجوا بيه عادي. ده خروج. شايفين ازاي جميل ازاي. بصوا قماشتهم كمان جميله قماشها طريه قوي. احلى حاجه تجيبوا اللبس اللي هو بيبقى بيريح وانتوا لابسينه، في اللبس كده تلاقيه الواحد مش مرتاح فيه وهو لابسه فبيبقى وحش قوي. ده هاتي المناطيل. بعد كده بقى في اللي هو المناطيل بقى اللي عامله شبه قماش الجينز. جينز بس الوان حلوه طبعا عشان داخلين على الصيف برضو جاي، احنا الشتا خلاص يعتبر احنا يعني احنا عارفين لا شتا ولا صيف. هو يعني بصي قرب حاجه بسيطه وخلاص الصيف هيجي. شايفين ده كده الوان الصيف دي. طبعا راحه بحر اي حاجه يعني بتبقى حلوه الالوان دي. هو في كاتنج كده من هنا افرد لوحده سواء كده يعني احنا نلبس تحتيه حاجه تانية. يعني ما بتلبس كده لازم يتلبس تحتيه اللي هو البنطلون ستريتش. او ممكن تعملوا له بطانه من تحت. ممكن تحطي قماشه من جوه او يعني تتخيط او تتخيط حواليها من جوه. يعني احنا قبل كده كنا مشترين برضو كاتنج بنلزق له بطانه من تحت. هي بتبقى عباره عن رسمه بس رسمتها شكلها حلو بس بنقفلها من جوه. اهو ده كده اصفر. الوان الصيف دي اول ما تشوفوا الالوان دي اعرفوا انها صيف. ده زيه برضه عشان هي بس ده واسع ده اضيق شويه. ده واسع وده كبير شويه. شايفين برضه كاتنج بس ده اللي هو بيبقى ضيق. ده ما تيجوا بقى تلبسوا عليه حاجه طويله بقى اوفر سايز بيبقى احلى على المناطيل الضيقه. الواسعه يبقى واسع على واسع تبقى مش حلو خالص. ده عايز حاجه طويله. حاجه اوفر سايز كده كبيره. لكن ده ممكن حاجه يعني كده يعني عاديه كده. فدي كده الوان الصيف. بعد كده في برضه مناطيل ده جينز مش بيبقى جينز غامق، في واحد تاني غامق زي لون فراني كده صح؟ لون فراني بيدي ما بين رصاصي وما بين جينز ما بين لبني كذا لون. فبصراحه الحاجات دي بتبقى حلوه قوي. وبعدين لونه هادي حلو. ده كده واحد طبعا الجنسات انتوا عارفين صيف شتاء ما يعني حلوه. ما فيش فرق في الجنس ما بين ده احنا في جو صيفي جو شتوي لا. لا بيبقى الاثنين واحد. ده بصوا ده الجنس اللي هو الغامق. ده كده مدي على رصاصي لبني. لكن ده اللي هو كحلي. ده لون غامق وده لون فاتح. فطبعا كل واحده بتنقي حسب ذوقها. ولسه بقى يجيبوا حاجات بقى فوق اللي هو التيشيرتات لسه وفي برضه لو لقينا مناطيل تانية برضه عجبانا شايفين. طبعا بقى لو وصلتوا معانا لحد هنا ما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل فيديو جديد احنا بنعمله. وكمان ما تنسوش تصلوا على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. دلوقتي كده فاضل بقى احنا جبنا الكروكس دول او احنا قلنا لكم طبعا المقاسات هي اللي بتلاقوها فاحنا لقينا دول بس لسه الباقي ما جبناش. في واحده فيهم ما لقيتش المقاس بتاعها فلسه ما ننزل بقى ان شاء الله. ده كده لونه بامبي وده لونه اسود. الاثنين عليهم رسمه ستيتش. شايفين كده برضه شايفين من ورا عامل كده. من هنا دول هو الكروكس بيبقى فيه البتاع اللي بتطلعوا من ورا دي. فدول اشكالهم حلوه قوي في البيت او انتوا نازلين فبيبقوا حلوين قوي مريحين. اللي هو مستعجلين وراكوا اي حاجه تلبسوها في ثانيه غير الكوتشيات. استعمالهم سهل شتا فاللي هو سهله معاكي وجميله. شايفين ده بامبي واسود. ولسه برضه هنكمل باقي المشتريات وهنصورها لكم بس احنا لحقنا دول في الاول قبل ما رمضان بقى يبتدي والزحمه تتعمل مع ان كان زحمه اساسا بس قلنا هنوريكم الجزئيه ديت ان شاء الله اما نجيب الباقيه هصورها لكم برضه ان شاء الله باذن الله.